السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ابدا الفيديو حابه اقولك لو انت اول مره تشوفي قناتي وعجبتك يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله، وكمان تخشي تكتبي لي كومنت حلو كده عشان اعرف ان انت جديده اخش ارحب بيكي. بصوا بقى، انا عايزه الفيديو دوت كده تفجروا لايكات، عايزه بقى لايكات كتير كده من ايديكم الحلوه. النهارده بقى اول يوم في رمضان، كل سنه وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان، اللهم امين، رمضان كريم علينا وعليكم. بصوا بقى، النهارده بقى اول يوم هبدأ معاكم من اول السحور لحد الفطار ان شاء الله، وهوريكم انا بعمل ايه في اول يوم بالظبط. يلا بقى كده نبدأ الفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه بقى كده يعني جينا نتسحر، قلت بقى احمر بطاطس. اول حاجه كده بقى جبت البطاطس وقشرتها. انا هعمل بقى سحور يعني كل يوم بحاول ان انا يعني انوع عن اليوم اللي قبله. اول يوم بقى هعمل هحمر بطاطس وهعمل فول وهعمل جبنه بالقوطه، واحط بقى لانشون وحلاوه وهعمل برضو بيض باللانشون. يعني تحاولي بقى كل يوم كده تبقي نوعي، مش كل يوم هنعمل نفس الاكل. انا بصراحه كنت هجيب طعميه، كنت هجيب عجينه طعميه وكده واعملها، بس احنا بقالنا يعني فتره كل يوم بناكل طعميه ويعني بس بقى كده قلت بقى نغير وكده. بقالنا يعني فترة بناكلها. واكيد طبعا كام يوم كده وهنشتاق لها كده وهنجيبها. زي بقى ما انتوا عارفين الصيام بقى بنشتاق لاكلات كتير. بصوا بقى، انا شغلت بقى كده الفانوس وانا بجهز السحور، وشغلت بقى الانوار، وقلت بقى اعمل جو كده وانا واقفة كده بعمل الاكل. بجد كنت فرحانة جدا. اول يوم دوت بيفرق عن اي يوم. طبعا كل يوم في رمضان كلها يعني ايام حلوة وكده، بس اول يوم دوت بقى طبعا جاي بقى بعد شروقة بقاله سنة وكده، فبيبقى جاي كده بفرحة كده واحنا بنجهز كده للسحور. انا يعني جهزنا السحور. يعني انا عملت السحور على حوالي الساعة واحدة كده. قلت يعني نحاول نسحر يعني متأخر شوية، يعني ولا متأخر ولا بدري، يعني اعمل السحور براحتي وكده. يعني انا بدأت الساعة واحدة، قبل ما اتسحرنا كانت واحدة ونص كده، 2 الا وبس كده بقى. خلاص بقى خلصت البطاطس وقشرتها، وهبدأ بقى احطها كده في الزيت تتحمر بقى براحتها، وهبدأ بقى اعمل باقي الاكل. وكمان بقى حطيت الفول في طبق كده، قلت يسخن على عيني التانية عقبال بقى ما اجهز باقي الاكل. واعمل بقى هعمل جبنة بالقوطة والخيار، زي سلطة جبنة كده، يعني بنحب نحط عليها قوطة وخيار. ومعلقتين زيت كده، وتبقى طعمها جميل قوي، ورشة كمون بتبقى طعمها حلو قوي. بصوا بقى، انا كنت ناوية اعمل زبادي. بس بصراحة بقى ملحقتش، قلت عادي بقى اعمله في يوم تاني. وجبت بقى علبتين زبادي من بره عادي، يعني زبادي جاهز. قلت هنقضي بيه يعني اليوم دوت، عقبال بقى ما اعمل زبادي بقى يوم تاني ان شاء الله. لقيت الوقت يعني سرقني وملحقتش اعمل وكده، فقلت يلا خلاص مش مهم، ما جاتش يعني من يوم، وان شاء الله هعمل بقى تاني يوم وكده. بس كده بقى خلصت القوطة، حطيت عليها بقى معلقتين زيت، قصدي الجبنة بالقوطة يعني. حطيت عليها معلقتين زيت كده وسبتها على جنب. وكمان جبت خيارية كده قطعتها طرنشات، قلت يعني ناكلها كده جنب الاكل. اخلص بقى البطاطس بتاعتي بقى اتحمرت، البطاطس فعلا جميلة، بطاطس تحمير. يعني الراجل اللي انا بجيب منه كده بجيب منه فعلا البطاطس بتاعته بتبقى حلوة قوي. فهي تحميره كانت جميلة قوي. خلصت كده بقى البطاطس، وهبدأ اطلعها بقى كده في الطبق. عايزة اقول لكم انا اليوم دوت اللي انا بعمل فيه وانا بعمل السحور وكده، ساجدة كنت فرحانة جنبي عمالة تقولي ماما هو بكره رمضان، بكره خلاص رمضان، هو رمضان جه. وهي مش فاهمة يعني ايه رمضان، مش فاهمة يعني ايه صوم، بس يعني هي شايفة كده وحاسة بالبهجة وحاسة بالفرحة اللي احنا حاسينها. ففرحانة بقى، وطبعا شايفة الزينة وشايفة فانوس مولعاه منوراه يعني وكده وشايفاني بقى عمالة اجهز والاغاني وكده، ففرحانة. بس هي مش فاهمة يعني ايه يعني ايه رمضان، بس فرحانة. وكل شوية كانت بتسألني طب رمضان هيجي امتى، طب رمضان بكرة لسه بدري، مش عارفة ايه. فكانت فرحانة اوي في اليوم ده، بتقولي خلاص رمضان جه، هيبقى يوم واحد بس. قلت لها لا يا ساجدة، هيبقى 30 يوم، وعمالة افهمها، بس هي برضو يعني برضو مش مستوعبة اوي، بس كانت فرحانة اوي ومبسوطة. بصوا بقى، انا حطيت بقى علقت على الفول زي ما قلت لكم كده يسخن، وهنا بقى هعمل هعمل بيض باللانشون.
طبعا في ناس ممكن ما بتحبهوش، وفي ناس يعني عارفاه يعني وعارفه بيتعمل ازاي. انا بحط معلقتين زيت كده او سمنه على حسب ما انت عايزه، او معلقه زيت على معلقه سمنه، وتقطعي اللانشون كده وتشوحيه كده شويه في الزيت يعني او السمنه، وبعد كده تحطي بقى البيض بتاعك، ان كان بقى تحطي كام بضايه. بس كده تحطي حبه الملح والفلفل وخلاص على كده. بص بقى انا كده خلصت بقى خلاص السحور. حطيت بقى البيض باللانشون، حطيت كمان حته حلاوه، وحطيت كمان لانشون لوحده، اللي هي عايز يعني ياكل لانشون يعني كده من غير البيض. وكمان بقى غرفت الفول بتاعي، وحطيت بقى البطاطس حطيت عليها ملح، وكمان كنت جايبه عيش شامي. وده كان بقى السحور بتاعنا. وكده بقى خلاص اتسحرنا بقى وقعدنا بقى شويه وصلينا الفجر، وبعد كده بقى قرأنا قرآن شويه ودخلنا نمنا. بس بقى كده ده كده خلاص اليوم خلص ونمنا بقى. اول ما صحيت بقى طبعا صليت ركعتين كده الصبح، وبدأت بقى دخلت على المطبخ، قلت بقى اشوف انا هعمل ايه النهارده. انا بقى النهارده هعمل ايه؟ هعمل محشي. هعمل محشي كرنب، وهعمل محشي كوسه، ومحشي كمان فلفل. هبدأ بقى اعمل بقى المحشي، هبدأ فيه يعني. كانت حوالي الساعة 10 الصبح. اول ما صحيت بقى قلت بقى اخش على المطبخ واعمل الحاجه براحتي خالص، ما استعجلش. وبعد ما احشي وكده احط الحلل في التلاجة، ووقت يعني ما اسويهم يعني وكده اطلعهم من التلاجة على سوا على طول، عشان مبقاش مستعجله وكده، واعمل حاجه براحتي. وعلى فكره انا ما عملتش الحاجه يعني مش طول اليوم عماله اطبخ، لا يعني انا مثلا بعمل حاجه علق على حاجه، واخش اتوضى واصلي الظهر واقرا قران شويه وارجع تاني اكمل باقي الاكل وكده، يعني هكذا كنت طول اليوم على كده. بص بقى انا عملت ايه. عملت 3 بصلات فرمتهم في الكبة، وهبدأ بقى اشوحهم كده عشان اعمل التسبيكة بتاعة المحشي. بصوا انا كان عندي صلصة في الفريزر، زي ما انتوا عارفين انا مصلصة، عاملة يعني صلصة جاهزة في الفريزر. يعني على الطبيخ على طول اقصد يعني، بطلع الكيس اطلعها على الطبيخ على طول. بس بصراحة يعني كنت انا بعمل براحتي، انا بقول لكم انا بعمل من الساعة 10 الصبح، فكان لسه قدامي وقت ومش مستعجلة ولا اي حاجة يعني. فقلت لا، اخلي الصلصة اللي انا حطاها في الفريزر خليها الوقت مثلا زنقة، وقت انا مستعجلة، يعني وقت مستعجلة ولا حاجة ومفيش وقت، اروح مطلعة كيس على طول على الطبيخ. بما اني انا بعمل براحتي وبعمل بقى من بداية اليوم وكده، فيبقى لي اطلع بقى. وانا عندي اصلا طماطم زي ما قلت كنت جايبه معاكم طماطم في المشتريات. وكان في طماطم يعني للطبيخ وكده مستوية يعني شوية، فقلت لا انا هطلعها واعملها يعني في الخلاط، اضربها في الخلاط واخليها تتسبك يعني براحتها وكده. وكده كده يعني المحشي، الصلصة بتاعت المحشي مش بتتصفى يعني، غير الصلصة اللي انا محطاها في الفريزر. بصفيها يعني كده وبحطها في الفريزر تبقى متصفية يعني وجاهزة على الطبيخ على طول. فقلت لا انا اعمل طماطم يعني، طالما عندي طماطم بره في التلاجة اطلعها يعني كده واضربها في الخلاط واعملها كده. حطيت الصلصة بتاعتي خلاص كده وسبتها بقى تتسبك، وكمان قفلت عليها عقبال بقى ما غسلت الفرخة بتاعتي وكده وقطعتها وظبطتها كده. وحطيتها بقى اتشوحت شوية، وحطيت عليها ورق لورا وبصلاية، ويعني كان عندي كده شوية بهارات، اللي هي التحويجة بتاعة الشوربة كده، بتخلي ريحة الشوربة حلوة قوي. حطيت برضو عليها وسبتها كده تتشوح شوية، وبعد كده ابتديت افضي عليها المية مغلية من الكتل. حطيتها عليها وسبتها بقى تستوي مع نفسها. انا كده خلصت التسبيكة بتاعتي، والفراخ بتاعتي على البوتاجاز بتستوي. هبدأ بقى اعمل هبدأ احشي. حطيت بقى غسلت الرز بتاعي، حطيته في طبق، وحطيت عليه الصلصة اللي انا سبكتها معاكم. وكمان كان عندي خضرة برضو في الفريزر كنت مفرزاها. فطلعت كيس كده يعني. بصي لما يكون انتي مفرزة خضرة طلعيها على يعني على الاكل على طول، يعني على العميل انتي بتعمليها على طول. يعني انا طلعتها على الخلطة على طول، مش مطلعاها من بدري وسبتها تفك. لو طلعتها من بدري هتدبل معايا وهتنزل ميتها وهتسود وتبقى شكلها مش حلو، وكمان طعمها مش هيبقى حلو. لا انا طلعتها من الفريزر بعد ما خلصت كل اللي انا عملته، زي ما انتوا شفتوا كده. كنت لسه مطلعاها قبل يعني وانا مشغله الكاميرا، طلعتها من الفريزر وحطيتها على طول على الخلطه بتاعتي، وفكت معايا على طول يعني. ما خدتش وقت، خدت طبعا سخونيه الصلصه وفكت معايا على طول في الخلطه يعني وكده، يعني مش هتبقى متلجه ولا اي حاجه، ما تقلقيش.
بس كده بقى. حطيت كمان معلقتين زيت على الخلطة بتاعتي. طبعا التسبيكة بتاعتي محطة لها البهارات كلها، الملح والفلفل والكمون والكزبرة والبهارات المحشي، ومظبطاها وحامله لها كل حاجة ومملحاها وكل حاجة. هبدأ بقى اجيب الحلة بتاعتي اللي انا هحشي فيها، احط فيها من تحت. انا بحب احط بقطع كده طماطم طرنشات، بحطها في قعر الحلة من تحت، وابدأ بقى احشي عليها. بصوا بقى، ده الورق اللي انا طلعته، كنت مطلعاه من ساعة ما صحيت. من اول ما صحيت، من اول ما فتحت عينيا كده، دخلت قبل ما اعمل اي حاجة، طلعته حطيته على الرخامة، ودخلت بقى صليت وكده وظبطت الدنيا، ودخلت على المطبخ. وهو بقى فك براحته. عقبال ما انا خلصت بقى اللي انا بعمله كل دوت، كان الورق الكرنب بتاعي كان فك شويه. يعني انا بعمله برضو متلج شويه يعني، بس حلو وبيتلف معايا على طول. هبدأ بقى احشي كده الكرنب بتاعي. وبص، انا بحط الاخضر من تحت. يعني الاخضر بس حط الاخضر على جنب، واللي هو الورق الابيض حطاه على جنب. الاخضر هو مش اخضر قوي يعني، هو مخضر شويه. هبدأ بقى احطه على في الحلة من تحت اول صف. الف بعديه بقى الابيض فوقيه كده. هو الاخضر جه بس معايا اول صف بس من تحت، ومش كتير يعني. الاخضر مش كتير يعني، مش بحب الاخضر قوي دوت، مش بناكله. لا، اللي هو المخضر شويه ده بس هو اللي بناكله، وبحطه من تحت وكده. بصوا بقى، انا هعمل انا هعمل حلتين. حله هسويها النهارده في الفطار ان شاء الله، وحله تانية بكره برضو ان شاء الله، صغيره شويه، هخليها لتاني يوم. يعني هعمل اكل اليومين، عشان بكره بقى ما اشيلش هم فطار وكده وهعمل لا، بما ان كده بالمره يعني عملت المحشي وطلعت وعملت خلطه ومش عارفه لا، اعمل حلتين. بس انا اصلا في الايام العاديه بحب اعمل كده، بحب اعمل حلتين وهنسوي حله تاني يوم للغدا. فانا متعوده يعني اعمل كده. بصوا بقى، انا الحله ديت بصوا، حشيت اول صف كده زي ما قلت لكم من تحت، اللي هو الاخضر دوت. وهقعد بقى بره، هشغل بقى التلفزيون كده على مسلسل كده جديد، وانا قاعده بحشي واتفرج عليه كده وانا بحشي، واخلص بقى اللي ورايا وهاجي اوريكم. بصوا بقى، انا كده خلصت. كمان كنت عامله كوسه، نسيت اقول لكم عليها، كنت مقوراها. وكمان حشيت جنبها فلفل، زيت حبه خلطه عملت بيهم الفلفل اللي انتوا شايفينه دوت. ودي الحله اللي هي الكبيره دي اللي انا هسويها النهارده ان شاء الله. والحله الصغيره دي باذن الله هسويها بكره. هي كده كده الحله الكبيره دي هيزيد منها اكيد، هيزيد منها، مش هناكلها كلها يعني النهارده. فاللي هيزيد منها على الحله الصغيره باذن الله بكره نتغدى نفطر بيها يعني وكده باذن الله. وبس. والكوسه دي برضو لو في حاجه زادت منها، هي والفلفل نفس الحكايه، هيزيد مثلا بكره ان شاء الله نفطر بيه وكده. بصوا بقى، كده خلاص خلصت بقى الاكل وحطيته في التلاجة. قلت قبل ما يجي ميعاد قبل الفطار بساعة كده هبدأ اسوي الاكل. وكمان بقى عملت العصير. عملت عصير عملت عصير تمر، وكمان عملت عصير فراولة برضه، عملتهم بدري وقلت احطهم في التلاجة يسقعوا كده، وهي عقبال ما يجي ميعاد الفطار يعني وكده. بصوا بقى، انا كده حطيتهم في التلاجة بقى، ودخلت صليت العصر، وقعدت قرأت قرآن شوية، وقعدت شوية. قمت بقى على الساعة كام، على الساعة 5 كده، علقت بقى على المحشي. حطيت المحشي بتاعي بقى، المحشي الكوسه اللي انتوا شايفينه قدامه هناك دوت. ده المحشي الكوسه مع الفلفل. وقدامه كده في العين الصغيره حطيت المحشي الكرنب. حطيت له شوربته يعني وكده. واول لما يغلي هوطي عليه واسيبه بقى يستوي كده مع نفسه. اول بقى ما بعلق على المحشي بعمل بقى، بعمل لسان عصفور. هي طبعا انتوا عارفين لسان عصفور ما بتاخدش وقت نهائي. يا دوبك بتحمريها كده، بتحمر معاكي على طول، وتحطي لها بقى كبشتين شوربه وتسيبيها تغلي. وبعدين اول لما تغلي كده وتبتدي تشرب، وطي عليها شويه. وبعد كده حطي لها كمان كبشتين شوربه تغلي غلوه بس واحده. وبعد كده اقفلي عليها وهتستوي معاكي على طول. وبعد كده بقيت تطلعيها بقى على الفطار، يسخني الشوربه، وابدأي خدي بقى حبه لسان عصفور عليها حبه شوربه. بس كده بقى. جه بقى ميعاد الفطار، وابتديت ان انا اغرف. غرفت بقى طبق الكوسه وطبق فلفل، وغرفت كمان طبقين محشي الكرنب. وكمان حمرت الفراخ. بس طبعا بقى انتوا عارفين وقت الفطار ده بقى استعجال يعني. بص، انا طول النهار ماشيه براحتي، طول النهار بعمل براحتي. باجي في اخر نص ساعه قبل او اخر ربع ساعه قبل المغرب، اذن المغرب، بلاقي نفسي بلف حوالين نفسي كده، وبجري من هنا لهنا لهنا.
فطبعا معرفتش بقى اصور لكم براحتي بقى واحط واظبط الكاميرا وكده على تحمير الفراخ وكده. فانا قلت خلاص يعني مش مهم بوريها لكم في الاخر. وطبعا الغرف برضو غرفت مع نفسي وقلت برضو اوريكم ايه الشكل برضو في الاخر وكده. فطبعا ده كله بقى خلاص يعني المغرب خلاص على اذان وانا عماله اغرف زي ما انتوا شايفين. حتى كمان نسيت ان انا اغرف لسان عصفور. وبعد بقى ما صبيت العصاير وكده ببص في الاكل قلت له ده انا نسيت لسان العصفور. ففصلت الكاميرا تاني ورحت بقى غرفت اللسان العصفور وحطيته. وبس كده بقى وصبيت العصير بقى كنت عامله بقى زي ما قلت لكم عصير فراوله. قلت اللي يشرب عصير فراوله يشرب واللي يشرب تمر يعني يشرب. انا بحب اعمل صنفين عشان يعني ما ايدهمش يعني بنوع واحد وكده. بس بقى ده كان فطارنا النهارده. ويا رب يكون عجبكم وان شاء الله بقى استنوا فيديو جديد وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.